اهلا بيكم. حكايات رجالة وستات. النهاردة حكايتنا هتكون عن احمد وسعاد. احمد موكل عندي، جالي من كام شهر وانتوا عارفين عيوب الرجالة والستات ما بتبانش غير في مكاتب المحامين والمحاميات. احمد حكالي على الظروف اللي هو جوز فيها سعاد، وقال لي ان هما اتجوزوا بعد قصة حب، ومروا بفترة خطوبة طويلة وصعوبات لغاية ما قدروا ان هما يعملوا بيت ايجار زي ما اغلب الشباب بيعملوا اليومين دول. وبعد ما اتجوزوا كان في صعوبة انه المرتب بتاعه مش مكفي وهي ما بتشتغلش، فبدأ يبحث عن فرصة عمل برا مصر. ربنا وفقه ولقى فرصة عمل في بلد عربي، وبدأ يسافر ويشتغل ويكافح، وكل ما كان يحوش شوية فلوس كان يبعتهم لها، يعمل لها تحويل وهي في مصر هنا، علشان يشتروا شقة تبقى تمليك بتاعتهم ويبدأوا يحسوا بنوع من أنواع الاستقرار والأمان. في الفترة ديت كانت هي حامل وبدأوا يجهزوا فعلا ويحوشوا الفلوس والكلام ده كله، ونزل أجازة في أجازة ويسافر وخلفوا بنت، وربنا الحمد لله أنعم عليهم بمبلغ كويس. لغاية ما سعاد بعدت قالت له ان هي اشترت الشقة في المكان اللي هم كانوا متفقين فيه. احمد اتفاجئ ان سعاد كتبت الشقة باسمها، ولانه هو زوج بيحب زوجته ومفيش فرق، وهي قالت له مفيش فرق بيننا وانا اللي موجودة وبكتب كل حاجة، بخلص الورق بسهولة وبتاع، فسكت وتنازل عن ان هي شقة تبقى باسمها. واستمر يكمل الشغل بتاعه عادي زي ما هم متعودين ان هم يتقابلوا في الاجازات والكلام ده كله. وخلفوا كمان ولد، فبقى عندهم ولد وبنت. وبعد فترة من الزمن 5 سنين من الشغل والاجازات بدأت تشتكي وتحس ان هي انا على طول لوحدي وانا اللي شايلة كل المشاكل، وهو كان بيبعت لها دايما كل الفلوس والتحويلات وهي بتشيل فلوس بحسابها هنا او باسمها هنا. بدأت تشتكي وتتضرر، يقولها طب انا ارجع ما ارجعش، تقول له احنا لسه محتاجين نعمل مستقبل للعيال ومش عارفه ايه. المهم في زخم المشاكل دوت اتفاجئ ان هي وهو مسافر رفعت عليه دعوى خلع، وفعلا اخدت حكم بالخلع حتى من غير ما هو يعرف. فنزل مصر اجازة، حاول معاها ان هو يصلحوا الموقف، لقى ان هي خلاص مصممة على ان هي تنفصل عنه. طيب فلوسي وشقاية والشقة التمليك اللي انت اخدتيها بفلوسي. قالت له مالكش عندي حاجة، ده 8 سنين انا قضيتها ودي حاجات ولادي وانا اللي هحافظ عليها. جالي وقال لي ان هو يعمل ايه في الموقف ده كله، يعني هي كده اخدت تقريبا شقة عمره زي ما بيقولوا على مدار 5 سنين، وكمان معاها الولاد، فهي حاضنة وقعدت في الشقة، وشقة كده ولا كده باسمها، بالاضافة لكمان الفلوس اللي هو كان بيحولها لها وبيبعتها لها. جالي وسألني ان هو في الحالة دي ممكن يعمل ايه، وخاصة وهي ما اعلنتوش اصلا بالخلع ولا الكلام ده كله، ومهر يعني اللي كان مكتوب مهر سوري والحاجات دي كلها. ايه رأيكم؟ تفتكروا في حكايتنا دي ايه اللي ممكن يحصل، ومين السبب في المشاكل دي كلها، بغض النظر عن الرأي القانوني اللي انا ممكن بكون بكلم عليه طول الوقت. وانتوا عارفين ان احنا في الحالة دي بنرفع دعوى ابطال خلع، وابطال الخلع ده بيكون لانه الزوج ما تمش اعلانه، وبنرفع كمان دعوى سورية في عقد البيع اللي هي اشترت بيه الشقة التمليك، وبنثبت من خلال تحويلات ان هو اللي كان بيحول لها الفلوس دي كلها. بس المشكلة ان الاجراءات دي كلها بتاخد وقت طويل قوي، وغالبا ما بيتمش الحكم لصالح الزوج في اول درجة، لكن في الاستئناف بقى ممكن يبقى بيتم الحكم ليه، لانه في الاستئناف بيبقى فيه سماع اكتر وتحقيق اكتر عن محكمة اول درجة. انا عايزة اسألكم ايه رأيكم في الحكاية دي،
ومين الغلطان فيها، الزوج ولا الزوجة؟ زي ما قلت لكم بقول لكم دايما رجاله وستات مش كلهم ملايكه، في ناس بتغلط كتير من هنا ومن هنا. هي دي النهارده حكايتنا في رجاله وستات. قولولي ايه رايكم؟